لو انت من مواليد العذراء وحاسس ان في ناس في حياتك مش شايفة كل اللي بتعمله ومش مقدرة تعبك، خليني اقولك ان الكون دلوقتي بيتكلم بالظبط عنك. الخسوف الكلي للقمر ده واقع في برجك انت، يعني طاقته بتلمسك بشكل مباشر اكتر من اي حد تاني. القمر في العذراء بيقولك واقفة مع نفسك، مين انت وايه اللي بتستاهله فعلا. وده مش كلام فاضي، لان المريخ دخل على بيت العلاقات وبيديك قوة حقيقية تقدر بيها تقول لأي حد بيتعدى على حدودك لا بكل وضوح. بس خد بالك، عطارد راجع، وده معناه ان كلامك لازم يبقى دقيق ومحسوب. ما تنفعلش وما تقولش حاجة في لحظة ضغط تندم عليها بعدين، لان العلاقة الغلط هتنكشف لوحدها والصح هيثبت لوحده من غير ما تحتاج تبذل مجهود زيادة. الحلو بقى ان المشتري بيديك دعم من ناس قريبين منك، ناس فعلا بتصدق فيك وبتشوف قيمتك لو انت ساعات بتشك فيها. وفينوس في تناغم مع اورانوس، وده معناه ان في تجربة جديدة في العلاقات ممكن تفاجئك وتبهجك وتخليك تحس بإحساس مختلف تماماً عن اللي عشته قبل كده. الرسالة الأساسية للفترة دي كلها بسيطة وواضحة: بطل تقلل من نفسك وبطل تقبل بأقل مما تستاهل. اللي بتديه للناس يستاهل إنهم يردوه عليك.